هنعمل النهارده الفطير المشلتت الفلاحي بس طريقة فرد جديدة. الطريقة ديت هيكون مورق وطري ويعني من غير مجهود خالص، او المجهود اللي فيه اللي هيتعمل فيه هيكون قليل، مش زي ما كانوا بيعملوه زمان، بس الشكل هيكون زي بتاع زمان. الفطيرة اللي هي بتكون كبيرة ومقلبظة كده من جوه، زي اصوله او زي ما كنا بنعمله زمان. المقدار اللي انا هعمله ده ممكن هيعمل فطيرة كبيرة زي دي كده، او ممكن نعمل فطيرتين، او ممكن نعمل فطاير صغيرة. هي المقادير بتاعته سهله خالص، هو بس يا دوب دقيق. انا استخدمت 4 كوبايات دقيق، ومعلقه سكر كبيره، ومعلقه ملح صغيره، وكوبايتين ميه دافيه حاططهم على جنب، مش هحطهم كلهم، هحط بالتدريج. ممكن احتاجهم وممكن احتاج اكتر او اقل حسب نوع الدقيق. انا طبعا اهم حاجه في الفطير حاجتين: ان هو يتعجن كويس جدا وياخد وقت طويل في العجن، وان هو يرتاح وقت طويل في كل لفه، مع كل لفه يرتاح. انا هفضل اعجن يعني فيه بالشكل ده كده، طبعا هتبقى ايدي ملزقه وهتحس ان هو مش هيلم، بالعكس. انا هفضل اعجن فيه، وبعد كده هحط على الرخامه بتاعه المطبخ شويه دقيق، بيكون لم العجين وعجنه اسهل كتير. هفضل اعجن فيه بالشكل ده كده لحد لما ايدي اللي مليانه عجين وملزقه دي هتنضف من العجينه نفسها. يعني انا مش هغسلها ولا حاجه، انا هفضل اعجن فيها تقريبا 10 دقايق، 10 دقايق متواصلين بايدي كده. لحد لما ايدي نطفت خالص، هدهن يا دوب البوله او الطبق اللي انا هحطه فيه نقطه زيت او رشه زيت صغيره، وهحط العجينه ترتاح اقل حاجه نص ساعه. هي مش هتخمر ولا هتعلى ولا حاجه، بس هترتاح. هنيجي نمسكها نلاقيها بقت طريه شويه. هقطعها، هفردها كده وهقطعها بقى يعني كميه يعني الفطير اللي انا عايزاه. هو انا هعمل فطيره واحده كبيره، هدخل الاتنين دول في بعض. ممكن في الوقت ده كده نعمل فطيرتين، ممكن نقسمها قطع صغيره ونعمل كذا فطيره. انا هغطيها وسبتها ترتاح كمان نص ساعه، ويا ريت اكتر كمان. كل ما هترتاح اكتر، كل ما هيكون فردها اسرع كتير. انا هفردها بقى يعني تبقى مستطيله كده شبه السينابون. احنا قلنا ان هو طريقه الفرد بتاعته شويه جديده او سهله، مش زي ما كانوا بيعملوه زمان وكان صعب وبيعمل مجهود. هحاول افرده تقريبا زي ما بنفرد السينابون بالظبط بالظبط. وهنقوم دهنينه بقى من جوه سمنه وزيت وزبده، او سمنه وزبده بس. يعني انا سيحت سمنه على زبده مع بعض، ودهنته بقى، غرقته من جوه كده، وبعدين دهنته بالفرشه كويس. المهم يعني انا هعمل في الاخر شكل لفه السينابون بالظبط، بس كده. نفس اللفه بقى بتاعته كده هلفها بقى بالشكل ده كده، هلفها اللي هو يعني لحد ما تخلص العجينه كلها كده بالشكل ده كده شبه السينابون بالظبط. وبعدين هسيب دي على جنب كده. ممكن اعملها فطيره، يعني كده ممكن تبقى فطيره. لا، انا هدخلهم الاتنين في بعض. هعمل الجزء التاني بنفس الشكل ده كده برضه، هفرده قوي وهدهنه بالسمنه والزبده اللي هي السخنه دي، والفه نفس شكل الرول بتاع السينابون زي التانيه بالظبط. بس هدخل دي فيها بقى، يعني الفكره بقى ان انا مش هسيبها كده، انا ممكن الفها وتبقى فطيرتين. لا، انا هدخل دي فيها عشان انا عايزاها تبقى فطيره كبيره ومليانه كده زي ما كانوا بيعملوه زمان، بس بطريقه دلوقتي او بطريقه سهله ومبسطه شويه. انا كده دخلت الاتنين في بعض كده، كل طبقه من العجين مدهونه سمنه وزبده، فهتبقى اصلا مورقه. بس بنفس الشكل ده كده هجيب بقى ورقه زبده، ودي اهم بقى وقت ترتاح فيه، لازم ترتاح كمان نص ساعه. هلفها بنفس الشكل ده كده بالراحه بالراحه، واجيب طرفها تحتها واسيبها برضو يعني هترتاح كمان نص ساعه. بعد كده بقى اخر حاجه هفرد بقى الفطيره دي. المفروض ان الفطيره دي كبيره، هتقبل تتفرد في صينيه اكبر من دي، يعني ممكن تتفرد في اكبر من دي كتير، بس انا فردتها بالحجم ده كده. هندهن وشها بالسمنه، او ممكن نستغنى عن الخطوه دي، وممكن ندهن وشها كمان بقشطه. القشطه اللي هي بتبقى القشطه الفلاحي اللي هي وش اللبن. انا سيحت حته صغيره كده وحطيتها على وشها، وعليت الفرن، سخنته وعليته على اعلى درجه حراره. هي الطبقه القشطه اللي فوق دي بتعمل طعم حلو جدا، احلى من السمنه كمان. انا ولعت الفرن على اعلى درجه حراره. اول ما دخل طبعا تحس ان هو قب كده لفوق شويه. هي طالعه حلوه قوي قوي فعلا، ما خدتش مجهود زي ما كنا بناخد مجهود في الفطير زمان، او زي ما كانوا بياخدوا هما مجهود في الفطير زمان. هي سهله جدا جدا، وزي ما قلت لكم انتوا ممكن تعملوها كذا واحده، ممكن تبقى رفيعه عن كده كتير، ممكن نعملها اتنين زي ما انتوا عايزين. طالعه مورقه وحلوه جدا ومش تقيله على فكره، وعايزاكم تجربوها وتقولوا رايكم فيها.